القندورة أو العباءة المراكشية أو القميص الإماراتية تتراوح أسعارها ما بين 3830 ألف دينار جزائري في أغلب المحلات، وتلقى رواجا كبيرا بين فئات الشباب مع اقتراب عيد الفطر. والإقبال على اللباس المغربي راه هو الأول، على المراكشية، على القندورة كما هذيك اللي صورتوها قبيلة، هذا هو. يتحسر الباعة والمواطنون على حد سواء من قلة أو غياب اللباس الجزائري التقليدي الأصيل من على رفوف المحلات، مما يجعلهم مضطرين إلى اقتناء القميص الخليجي أو القندورة المغربية. صحيح كان احنا نتأسف كثير لأن في السوق الجزائرية ما نوجدش يعني لباس جزائري اصيل كما العبايه العربيه. احنا نقولوا عبايه كبيره عندنا احنا في الغرب الجزائري، عندنا العمامه الجزائريه ماهيش موجوده كاع تمام في السوق. السروال العربي كما نقولوا احنا في الجهه تاعنا الحفاض ماشي موجود في السوق. اللباس الجزائري ما عندهش تشجيع، كاين اللي داير ماشينه في داره وغير يخيط، ما كانش تشجيع، ولو كان يخيطه تنقام السومه غير كيما هذا. أسعار هذه الأقمصة تتراوح بين 2000 و 4000 دينار، وهذا حسب جودتها والتفنن في إتقانها يختلف من بلد لآخر، فاللباس المغربي تميزه هذه الطروز، أما الخليجي فيمتاز بالبساطة ولكل نوع حذاءه الخاص.